أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس بوساقي إن شاء الله عز وجل قد نشرح شرى الآيات في القرآن الكريم من سورة إبراهيم، سي الآية 24 المثل الآية 27. عند ذكر ربي عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآية قالت مثلا هدرن تدافيون الموضوع يحواج ينسلم أكثر بين يحواج الهوى نغي يحواج أمان نغي يحواج النعيش أكثر وأكثر اللي هو موضوع الإيمان. خاطر نكون مثلا أكن بغو نعيش دي الدوني ثاقي ذيوث الحاجة لا غير السلشن ذي الدونيث ذيوث الحاجة فلا يرضو ربي سبحانه عز وجل فلنا من ساعات اللي هي ذي الإيمان فقط. على خاطر الدونيث كامل ما تكسضس الإيمان ورث ساي السر ورث ساي الفنة ورث ساي الفايدة ورث ساي البركة. لذلك موضوع الإيمان ذيون الموضوع المهم وري لا قارن غفل الفلاس وري غفل الفلاس وين يغران وري غفل الفلاس وين نور نغري ولا قال يغفل الفلاس لا يرقاز ولا ثمطوث لا يقشيش ولا أرقاز قران ولا مركنتي ولا زوالي ولا وين يهلكن ولا وين يصحان. لكن من لا نحواج الإيمان إلى قثني السن وإلى أنظر أن داغ ينفع الإيمان باش نطفذي الإيمان. على خاطر مولاش الإيمان تخسرت ذي الدونيث وتخسرت ذي الآخرس. إذن يتمثل الموضوع كي الإيمان فلاس يدوسنت الآية يوم السلام ذي سورة إبراهيم. ولكن ربي سبحانه عز وجل يفكد شيران تشبيه ذي الأمر كي الإيمان. والإيمان يتمثل لاصليس ذا شوث لاصليس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصل الإيمان ذا شوث كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك ربي سبحانه يهضر في كلمة التوحيد في القرآن الكريم ولكن يمثلت يشبهيت غير الشجرة نكوني ما إلا غد يعني يد مثل ضيوث نتفاميل تيلهان ثواشول تيلهان يسعان الدريا يتوربان أستند الدريا يجي توربان الدريا يعني الشجرة اللحلو الشجرة الحلو دايما تتكد الحلو تتكدين يلهان أسيض ميسي يفغد غل والدينيس المزي يفغد غل الجدوديس أسيض تاقيد الشجرة الحلو الشجرة دي تاكن كان إقلهان وقيد التمثيل ذي التشبيه. وكذلك ربي سبحانه عز وجل يشبه كلمة التوحيد يشبهيت غير الشجرة. سمحت لي مثلا المنهج الذي القرآن الذي السنة كنت نفتكر مثال
النبي عليه الصلاة والسلام مرد يهضر في المؤمنين قادرين تسمعوانا السعون ثذكلي السعون الخوا السعون ثاكمات جلسا أمكثن دي وصف إن اليدين تغسل إحداهما الأخرى يشبهيث نرسيني فاسن ويزيز ديجوا باش الفكرة غاد قرب غورنا تزرى ما يثمثني والميل ليس ينفسيس يمس أكرمكم الله غاس يرث ذقوامان أدي فغ دايما يمس ولكن إلا قفو سوايض كاليدين أمسيني فاسن ويسيري ذوا ويزيز ديوا وقيد التشبيه كذلك باش هذا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين يناياك المؤمن الذي ليام الحيض أم الحيض يجهدن الحيض يجهدن الذي يراضو الحيض يجهدن أذير المضرة أذير الأذى أذيفك القوة كذلك المؤمن إلى قذيلي أم الحيض يجهدن يسعى القوة يسعى الجهد يفكد ذا النبي عليه الصلاة والسلام تشبيه وايض في المؤمنين دائما ينايك إلى قذيلين أم يوثن الجسد يوثن الجسة إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نكون يتمثل مزرعة يون مثقر حيث تغمستيس وريقانا راه يض كامل غاس ما يوث الحاجة مشطوح الجسين اسمه قرث الله يبارك ولكن يوث الحاجة مشطوح مزيث داخل الكيميس تغمست ولكن الصفر غيظ وريد تسافل الفنا يضص وريد تسافل الفنا الماكلة كل شيء فرغاس اشيمي على خاطر تغمستي سيتي قرحا ما يقرحيث ضاديس كيف اما ذي ولا عرق ذاك كان ديث مقرطيس السفر غيظص باش نكون يلعب ذميك زرا الشيء قاعد يحمد ربي اكثر والنبي عليه الصلاه والسلام يناكي المؤمنين الى قديرنا يثن الجسه المعنى يسواها ربي المؤمن كما كينسلم كما المؤمن ما يفرح تفرح ضيدس ما يقرح تقرح ضيدس ما يحزن اتحزن ضيدس ذوقيذ المعنى يقفغان أديني النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ذي الآيات ذي البداية أشهدنا ربي عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أولا الآية جيني الزمرد نستشهد السكس في موضع الحديث عن الكلمة الطيبة مطلقا المعنى يسيون دي هضرن أول زيضن هذا استنض أول زيضن يلها سيدي ربي فغاث ربي سبحانه يشكر يثيد على خاطر يشبهي ثر الشجرة الطيبة ألم ترى كيف ضرب الله كلمة مثلا كلمة طيبة الاستدلال الاستشهاد في هذا المقام مقبول صحيح ولكن ذي السازيضان يقتضن ثسدة وقارن الدرجة اللسان الحلو الرضاع اللبا لذلك باش هادي في المثلاقي ذا شو يسوى ويلس حلاون سمذانا لذلك ربي سبحانه مدينا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يجوز نستشهد بالآية في هذا المقام ولكن ابن عباس أذ يرضى ربي في الله سشو دينا إن ربي سبحانه يقصد بالكلمة الطيبة يقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله ساقيد يقصد خطر ذنساتي ذلا سوس ذنساتي ذلا صل إذا العنصر من كل خير وين يسعى لا إله إلا الله محمد رسول الله ذقوليس بلا الشك أدي فغس قيميس أي مزيضن إذا الكلمات الطيبات اللي تخرج من الألسنة اللي تخرج من الأفواه اللي تنطق بها الألسنة يعني يمسلين حلاون زيضن أدفغن سقول يقسعان لا إله إلا الله محمد رسول الله المعنى يس أنه وين يقارن لا إله إلا الله محمد رسول الله دايما ذا الزيضن أراد يفغن سقيميس إذا نسيت الأصل من كل خير لذلك ابن عباس إن المقصود بالكلمة الطيبة ذي الآية جيني المقصود بها لا إله إلا الله محمد رسول الله ثوران مسفهام باللي سجل كلمة التوحيد
كلمة التوحيد والزرام تساثي تسالث من الجنة ذن تساثي تسالث من العبد مرد يشمغ الإسلام أذي ليون ذي الكافر مرا يبغى يشمغ الإسلام إلى قد ينطق أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله على خاطر تساقي الدلالة يدي كان دليل بيلعب ذاكي ذي نسلم يكشم الإسلام من المكشوف لا إله إلا الله محمد رسول الله أدسنت الواجبات ثياب تصلي رمضان الزكاة الحج أكد الفرائض ثياب خاطر الفرائض طاس سيقيد النيغ تركيزين الدين الإسلام ذي بيليين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله تمزوروث أكد تصليث تركيز في السنة أكد رمضان تيس ثلاثة أكد الزكاة تيس أربعة أكد الحج تيس خمسة في قيد لي بيلي تركيزين الإسلام ولكن لن الفرائض ثياب لذلك يتمثل كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل أن نكمل غادي نشرح الآية قاعدين غير المسلاين ذي القرآن الكريم يوث لا النظام شو دينا ربي سبحانه يناد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ذا شو المعنى يسايث مثل الآية المعنى يس أماكن رباغ ديقار ورقب غار الإيمان نون ألم تكفرم الطاغوت يعني لازم الإنسان يعلن أنه كفر بكل الطواغيت بكل الآلهة المزيفة وبعدين يعلن إيمانه بالله خاطر يقول ما كينيكم من غص ربي كسويا وقل إيماني سين غص وثق بلا ربي سبحانه عز وجل ربي ورق بلا الشريك أدين لا إله نفي إلا الله إثبات لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت إلا الله تساوي ويؤمن بالله أماكن معادلات لذلك وين ينفن الألوهية عن الجميع وبعدين يثبتيت ربي سبحانه عز وجل وحدث ورنسايا شريك ربي يفكد النتيجة في هذه الآية النات فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني يطفذ قمرار السلاك وريد تساقوا ذارة العروة الوثقى ما يخافش أسين يطفغ ذي الصح اطفغ قمرار سيدي ربي وربي سبحانه وليطفن قمراريس ورثي تسجارة غادي ضاع ربي سبحانه أثي السلك ربي سبحانه ينجيه إذن باش نفهم يتمثل القرآن يشرح بعضه بعضا التفضل الآيات كونفيرمي تأكد أين ديوسن ذي الآيات ثياب إذن ربي سبحانه يناد ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ثورة المسفهام بل الكلمة الطيبة يجي المقصود بها كلمة التوحيد حسب تفسير ابن عباس وهي أصل كل خير ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة سيدي ربي يشبه كلمة التوحيد غير الشجرة وفي كيس الوصف كشجرة طيبة الشجرة يلهان ولكن بعد ربي سبحانه يفكد الأوصاف ذا شو ثنت الأوصاف هذه الشجرة الطيبة في نفس الآية شو دينا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في قراءة أخرى أكلها كل حين بإذن ربها ذا جايت مثلا في ثلاث الأوصاف مهمة أبرز الأوصاف الصفة مزواروث إند أصلها ثابت نكون تعلم ما يتمثل باللي الشجرة إكسان إزورانيس يوثن ذي القاعة أتيلي تجهد وما إلا تجهد وري الزميرارة وضوة يقلع يعني ثابتة زرت كان الشجرة اللي ورنساي ورا إزوران يوثن ذي القاعة تمورث أضو ديوسان أتيقلع تسهل ولكن ربي سبحانه يشبه كلمة التوحيد يشبهيت
غير الشجرة الطيبة ولكن الأوصاف ينس الوصف مزوارو إن أصلها ثابت الجذرينس تجهد ثقوى على خطر الساعة إزورانيس يوثن ذي القاع تمورث قرن ذي المثل ولا شاضو ولا الشجرة وريه زواضو أولا قيض الصح مادام ضويلا يتهزو الشجرة غاست يهوز واضو أذي هوز ثاشي طايس ولكن تيقل عارة وكما تجهد إما لو تجهد راه أضوى مشطوح يزمر تيقلع أتوغالا تقار وفزرا ما يفات تقلع أتوغالا تقار زر كان ما تكسضا فوركو يعني الغصن ما تكسض سي الشجرة أتجد وحدس أذي يغال أذي قار ودي تسكر الثمرة من كوني إنسلم المؤمنين ما إلا ونسار الإيمان ونطفار ذي ربي ونسار الإيمان يجهدنا يثمثا أنو غالا نقار أنو غالو ننفعارا أنا مثق في اللوان على خاطر يثمثا المثيوث حقيقة من لو قاذ يموثن قبل أدياس ملك الموت شو المعنى يسور ينفعارا وري ينفع إيمانيس وري ينفع الدينيس وري ينفع الوطن ينس وري ينفع تدارتيس وري ينفع يون العبد ذا مثلا يكسس ربي البركة سي الحياتيس ولكن نعلم ما لعب ذي تفضيل الإيمان دايما يتحاول يعرض باش يتسي باش الإيمان يكون قوي دايما في قلبه لعب ذا ربي سبحانه وذي بارك لي العمريس أذي بارك الحياتيس أذي بارك الجذريميس ذي الصحايس ذي كل شيء أتفضل حياتيس تنفيستي يستثمرها طول العمر ألا ما دقيقة ثنقاروث كون عاشم في الدنيا تزرام أتفضيوني كذبس ربي البركة ديال العمريس دايما ينفع ألا ما دقيقة ثنقاروث وبالك دقيقة ثنقاروث أدي جمس لي يلهان سرهد فذرني يمذانا ذقوين يلهان على خاطر يجد أين يلهان لذلك يتمثل بدين ربي سبحانه عز وجل أصلها ثابت باش هذا غدي يفقن باللي شجرة يجي يقصد ربي عز وجل ساعة يزوراني سيوثن ذي القاعة السيدي ثابتة لذلك يفكاد الوصف والسين إذا أصلها ثابت وفرعها في السماء الشجرة يسعني زوراني سيوثن ذي القاعة يسعني الجذري جهدا أتفضي فركوني سذقني الله يبارك أغصان عالية وثقي دلالة على السمو دلالة على العلو أنه دايما الإيمان عالي الإيمان عالي أما كسلمي الأذان يا أخي سلامي الأذان المغرب الله يبارك المؤذن يأذن بصوت عالي والأذان يتمثل ذيك سياك المعالم البارزة للإسلام المعالم البارزة للإسلام اللي هي إعلان الشهادتين بعد ذلك أو قبل ذلك التكبير الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إعلان الشهادتين وبعدين دعوة إلى الصلاة حي على الصلاة يعني ودعوة إلى الفلاح يعني وين راه يظل سيدي ربي يكتب النجاح والفلاح إلى آخره إذن يتمثل الأذان يرفع دلالة على العلو بالإسلام يكتب ربي دايما الإسلام عالي دايما كلمة الله هي العليا ذي المحال الكلمة سيدي ربي أتزدر ورزدرارة دايما تسعى الشان دايما تسعى القيمة دايما تسعى غزال ماشي كان ذي الجزائر وحدس ذي العالم أجمع على مستوى الكرة الأرضية قاطبة أتصرخ غندا تروح الله يبارك أتصرخ دار فرنسا تصدي الأذان أتصرخ دار السعودية تصدي الأذان أتصرخ دار أمريكا تصدي الأذان أتصرخ دار بريطانيا تصدي الأذان ذي كل مكان في الكرة الأرضية آذان الله يرفع الأذان يرفع دلالة على العلو لذلك ربي سبحانه قال في القرآن الكريم وفرعها في السماء وكن مقرث يعني ذي العلي أكن تسعني يفركاون سواطاس أكن رد في كثيلين زر كان الشجرة الله يبارك ما تحواج تصيثيلي الراحة أم فلاحني هذه خدمتها فلاح مثل الوقت الظاهرة ذي طيج هذه يرتاح هذه يروح تحت الشجرة هذه يروح داوث الزمور فالزمور ثني تنفاك ذي الشتوى تفكاك دا زمور تفكاك دا الزيت تنفاك ذي قنفذو
ثوفي تصيثيلي ثوفي أمسافر أتيا في الراحة المعنى يسكن الساعة يفور كونيس ذقني دالا ما كدني غا العلو والسمو وكذلك ثلها يثيلي ثلها الراحة ولاش الراحة سوى في ظل شجرة الإيمان أي ثمثم إلى قنزر تتفند القيمة تفاث ما كيوث ورن طلام لو كان نحمد ربك نشكر على نعمة الإيمان خاطر هناك ولا راذ المؤمن يعاش مسكين ذي الحيرة ثم قرانت يعاش الجيوث المحنة ثم قرانت إلا قل كنيس ينسلمم أنا أحمد ربي في نعمة الإيمان باش تذوم على خاطرك نحمد ربي في النعمة ربي تذوم موث نحمد ربي هذه يجمع النعمة ينس لذلك الجيوث لا يشهدنا ربي القرآن الكريم إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أنا أحمد ربي يغدي يهذان سافريذن المستقيم ولو كان ماشي الهداية ربي ولاش ولا غدي يهذون باش نكوني ولا قارن نكر النعمة سيدي ربي الهداية نعمة من نعم الله عز وجل إذا ربي ديه الدوني مثلا ماشي العباد يبلغون كما يبلغ الرسل ربي سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك التبليغ أتسيوض بعد الهداية قفوس ربي ثلا واستدعوض أسيضا كيني بلغت ونضمع ذي ربي أنظل ذي ربي أكيد يهدو وما نفهم ثمسة تقايث مثل ولا قارن نغفل ولكن ولدي هذا ربي ولا قارن كنية السبع سي الإيمان أسنين الشيني أتكشمض جهنم أن ربك يعاقب كذا وكذا حقيقة نبلغ الناس بالترغيب والترهيب ولكن لا نحكم عليهم ونحكم رفلاسا على خطر سيدي ربي فقط ذنسان يحكمنا في مثلا لذلك يوث الآية اللي نشهد لنا ثناد يوث الآية القرآنية إن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم المعنى يسوينا كني يتظلنا السا ولي قال ما يتوالي ونكن نتظلر أسيني كشاتش مضر جهنم ولي سعر الحق دينيا ولاقي أي غر على خاطر ذاك الشيني ربي كد يهدان يونا كني فذان تظليثا في 30 سنة في 30 سنة إلا قال ذي يتسو باللي ألمي ب 30 سنة وسيغارا أولي ربي سبحانه عز وجل اسمي ب 30 ربي يهداثيت معناه مي تروح تحكم في مدن جهنم مش تد باللي الشيني إلا يونواس إلا نشر الأعوام في ضد العبد العاصي ولكن ربي كدي يهدان كذلك كنتم من قبل يعني من خلوي ثلم ذي فريد ولكن بعد واش صرا فمن الله عليكم غير ربي سبحانه اللي عنده حق المن خطر الهداية قفوسيس والآية دي أكد الشياقي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لذلك آية مثلا نكمل الآية شرح الآيات ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سجل الصفة الثلاثة نكون مثلا غص ربي سبحانه يشبه الإيمان غير الشجرة ولكن ذا شد يسن ذي الباليخ أدس شجرة الزيتون تزمورث أدس شجرة تفاح أدس الشجرة باضل متزورين نغ الشجرة يعني ثنقلت تبخسيسين الخريف نكون نعلم باللي ياكل أشجاركي تساكن تد الخير نسنت ذي الموسم قال الزمور ذي الشتوى في زورين ذي قنفذو في بخسيسين ذي الخريف كذلك في زورين ذي الخريف نكون مثلا مادام نزر الشيء قدوني ثنغ ولكن يفغديني ربي سبحانه عز وجل ماشي هم الشجره اللي تسلم ذي الدونيث دي تساكن الثمره ينس ذكيون الموسم خاطي الشجره يقصد ربي سبحانه تتساكد الثمره ينس ذي كل وان تؤتي اكلها
كل حين بإذن ربها. وكذلك حال المسلم، وكذلك حال المؤمن. العبد ما إلا ذي المؤمن يسعى عقيدة التوحيد ذكوليس هذه لي شغل الشجرة الطيبة يتفقد سيسي ويقلهان ما إلا ند أمسلا يزيضن سل إيمان يفيدينا ما إلا يزول ذي الإيمان يفيدفعن باش هذه الزال ما إلا يوزان كذلك ذي الإيمان صربي ذنفي يفيدفعن باش هذه يوزون أما ذا نفذو أما ذا الشتوى ذي كل وقت عفوا ما إلا يزكى أذريميس ذي الإيمان وهذا هو الفرق أشي ما تفضيون يفكيس ربي سبحانه بلا شحة ولكن ولي تزكي ورا ويضيف كيس ربي ولو كان 10 ملايين إذا ورد فلاس نو سكواس أثني زكي شو الفرق وإن يسعى 10 مليان يزكاثن وإن يسعى بالك 10 مليارا وريزكارا شو الفرق ذي الإيمان وإن يسعى عقيدة التوحيد ذكوليس يزرى باللي الشيء يضرب بيتي يفكان وسي قرارا ذي الدرايو ذي الجهديو خاطر ربي ديف كان الجهد يزمره يدي خلق ربي الضعيف وسي قرار ذي القرايا يوك ذي الفهمايو ذي ربي في الصغران وسي قرار الدرياو ذي الدرياو يديف كان ذريم ذي ربي ديف كان الدريا خاطر يزمر ربي سيكس الدرياس يزمر ولا ما يفكاس الدرياس موثن دي هضر ربي اذين الدريا العاصيه راه يفغن طاع الوالدين السنظام يفكي دا ذري ماشيني خضيغ موثن دي هضر ربي ميشني ورزمير ضارك شاهد هضور صافي في الحقيقه من كل حاجه ثوال غير ربي من كل حاجه ثوال غير ربي لذلك يمثل العلماء شو دينا إن مثولا من نعم الخير سيدي ربي إلا قد تحمض ربي أكثر على خاطر هو المنعم صاحب النعم ورزمير راه مثلا يطلها يعني أتعجبنت النعم يتهلا فيها النعم كثيرة أذ يغفل في صاحب النعم اللي هو المنعم سبحانه وتعالى لذلك ربي القرآن الكريم أتصل في غد يهضر إلى قد نحمد ربي في النعم التي لا تعد ولا تحصى يوث النعمة ونزميران نحمد ربي أين يستحق أين تستحق النعمة من شكر الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لذلك يتمثل العبد كيما يزكي أدي مثل يوث اللاية تكفي أن يقال ربي عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وذي فهم بل الملكية ينس للأشياء ملكية التفويض وإنابة واستخلاف معنى ما يش ملكية مطلقة بالدليل أنه يون يملك يكسب الشيء دونيث ما شاء الله إما لا يمث يا كتري كان ينسك يكسب أتروح على الورثة ينس أدياسيون وساد مثن إما لا مثن التريكاني أتروح على وقذتني خلفا الورثة ينسن في الحقيقة مكوليون يجاتي وايض ولكن ثيارين سندات أتسوى المضرب ربي سبحانه عز وجل خاطر ذنتي الوارث الحقيقي القرآن شو دينا ولله ميراث السماوات والأرض أنا أنواري ورثناك السماوات وكتمورث كامل سوى ربي سبحانه عز وجل لذلك من أسماء الله الحسنى الوارث إذن مثلا مدينة ربي سبحانه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقيد المعناس يون ما يسعى الإيمان ذكوليس أين ديفغناك سي العبد ذاكي نسلم أديفغ أين يلهان وكذلك مثلا الشجرة تزرى بلي الشجرة الزمان داسن يمذانت كثن سيزرى ولكن دايما الشجرة وفية فدال أي سعى صفة الوفاء على خاطر لما مدنوث السيزرة دايما تتكد الخيريس ولو كان ماشي سلاذنا ربي بالميت وثن مدن سيزرة وتتكر الخيريس موثن الشجرة وزمور وتتكر الزمور موثن الشجرة تفاح سيزرة وتتكر تفاح موثن الشجرة تشينا وتتكر تشينا ولكن يقدر ربي عز وجل باش هذه الأشجار
دائما تكون وفية أماكن تنتسخر ربي عز وجل. إلا ينسي العلماء شو دينا إن تكونوا كالشجر ترمى بالحجر وتقذفهم بأحلى الثمر. إلي ثم الشجرة غاس كاثن تمدن سيزرة ولكن دايما تتاكد الثمرة باش نفهم باللي لها ساعة الخاطر مقارن زيك القبايل أو يجاني قنجان معناه كان تجيل سي الحقيش ورشي روحها راه غير ربي سبحانه عز وجل خاطر ذلاجر تزورت ذلاجر ذي الدونيث إلا الباطل ذي الدونيث إلا الظلم ذي الدونيث إلا الأذى ولكن ربي سبحانه ميقزرا الشيء قذيلي إناش ماذا بك بنادم ذي العبد الصابر ذي العبد ذيك تسجل سي الحقيس على خاطر وين جان إيجنجان. لذلك يتمثل ثقيل الصفة ثلاثة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المعنى يسر ربي سبحانه يفكاد التشبيه التمثيل إن كوني باش ناوي العبرة باش نفهم الآية باش نفهم أشوق سوى الإيمان باش نفهم أشحال الحواج الإيمان ذي الدونيث النغ ما إلا الدونيث النغ نعايش تنبغير الإيمان أتسيلي ذي الدونيثور نساي السر ذي الدونيثور نساي الفنة ذي الدونيثور نساي البركة. من بعد ربي سبحانه يهضرد في المقابل اللي هي كلمة الشرك. داش يقوفل كلمة التوحيد يقوفليت كلمة الشرك ما ثوالى ديون موحد أصل الشيني من الموحدين إما ثوالى ديون يخدم الشريك يا ربي إلا قد تنبهض باللي أين يخدم ذين يخسر الدين ويقبل ربي سبحانه عز وجل. ذكيوث الله هذه سورة الكهف آخر آية الآية 110 ندى ربي سبحانه عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تجد لا يثنقلوا في سورة الكهف معنى يساوي إن يرجان ربي أو إن يرجان ربي إلى قد يخدم ولكن ذا شري يخدم إلى ذا يخدم أين يلهام فليعمل عملا صالحا معناه هذا العمل مقيد مش أي عمل فليعمل عملا صالحا وبعدين يختمت ربي القرآن هذه الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. على خاطر ممكن الإنسان الذي يخدم الخدمة يلهام ولكن ما يخدم الشريك يا ربي ويسعى الأجر يسعى الذنوب يسعى الآثم. لذلك قبول الأعمال مقرون أو مرتبط بعدم الإشراك لله أو الإشراك بالله. قبول الأعمال مقرون أو موقوف على الإخلاص أنه بنادم إلا قد يخلص عمله لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك من الشرك وريسعى غزال غير سيدي ربي يشبهيث غير الشجر الخبيثة يندوى مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. عفوا. إذن ربي سبحانه يشبه كلمة الشرك اللي هي في مقابل كلمة التوحيد يشبهيت غير الشجرة الخبيثة. الشجرة الخبيثة ورنسعي أزل سيدي ربي ورنسعي القيمة ربي سبحانه عز وجل ورنسعي كذلك القرار المعنى يسورث تذومارا أكن ثبغوث عاش ولكن ورث ذمورا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ربي سبحانه يديفك هذه الأوصاف للشجرة شجرة الشرك أو شجرة الكفر باش يمذانا إلى قدر ولنسي الشرك إلى قدر ولن من كل مظاهر الشرك على خاطر يثمثل مادام يون لعمر ينسعى ونسعى راه السين لعمر يون هو ها ربي إلى قد نستثمر استثمار كي يبغى ربي سبحانه عز وجل. ما تزرم يون يتذكر راس المال
يا خا نحكم في الناس بالسفه التفضي ساعة ناذرين يتذكريث بلا الفايدة السيد العبداقي نحكموا عليه بالسفه وريسينا راه صلاحيس إما ثوالا ضيونايث مثلا يتذكر العمريس على خاطر ولاش اشوك سوانا من العمر بنادم ذي العمر نير داوي ظاهرين ذي العمر نير تعبد ربي ذي العمر نير تخدم الخير ذي العمر نير تخدم البقيات الصالحات لذلك وها ربي غيوا ربي ذو ذاك المن لا باش نظفر افريثن الاسلام افريثن الايمان طريقه التوحيد ونسعى الاعوجاج ونسعى غير خسرا وباش ربي سبحانه عز وجل اذ يرضف لنا غاك المن لا يوم القيامه ان شاء الله وقدر. عفوا. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. في الاخير ربي سبحانه عز وجل يهضرد غفيه الخير ذا قران يتسكت ربي فقط المؤمنين الموحدين. لا شو دينا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثقيذ الخير ثم قرانت الخير مقارن اللي جاء ربي سبحانه ذي الآية جيتان قاروث الآية 27 يفكث ربي غير المؤمنين. قبل هذا في الخير قال قاديني غايث مثلا باللين الأنبياء والرسل بويند الرسالات إيش قايثين ربي عز وجل إيش قايثين باش تبلغن الرسالة من ربي عز وجل باش تبلغن كلمة التوحيد أكن ملان سي النبي مزوارو الميذ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكن ملان يويند كلمة التوحيد وكلمة التوحيد هاكي باش نهضر في الله سادف كغيون بوال يناثي ديون سي المؤرخين الإغريق اسميس بلوتارك عفوا وكيس العلماء المؤرخين من قرانا شو دينا ينات لقد وجدنا في التاريخ مدنا بلا حصون ووجدنا في التاريخ مدنا بلا مدارس ووجدنا في التاريخ مدنا بلا مستشفيات ولكن ما وجدنا في التاريخ مدنا بلا معابد. ده شو المعنى يس يناك نحوس دي التاريخ نفتش دي التاريخ نوفا ثمذيرين نغثو ذرين ونسعى سفيطرات نغور سعيرا المدرسات نغور سعيرا الحصون ولكن ولاش تدارتنا ولاش تمدينت ينزرا ورنساي ورا المعبد المعبد داكي أن عبد المدن ربي يعني كل إنسان يحواج ذي عبديون ولكن الشياقي فطري يقول مراكيني كيني مخلوقة سعيد الخالق ولكن أنوي ذي الخالق أنوي ذي خلقا الغاشيم كل يوم يقرص ذي الفلاني وسيقار ذا زرو يدي خلقا ضيع في زرع ويزرع أكثر أطاس ويسمى ياس اللات ويسمى ياس العزة ويسمى ياس قوبل ويسمى ياس هوبل يسمون كثرا ويعرف ذا قور ويعرف ذا طيج كل يوم ذا شو يعبث قبل دسنا الرسل سعى الحق مدن طيب ولكن يثمثن العبد اللي زران باللي انت مخلوق يسعوي يدي خلقا ذا يعبد شو يعبد إلا قاد يزرب بلي ولث يدي خلقا ذيون ولكن أنوي وناقي ولا غدي خبرا غدي خبر فقط ربي سبحانه عز وجل عن طريق الأنبياء والرسل. لذلك العلماء شو دنان من الوظائف الكبرى للأنبياء والرسل أنهم ورند فريذي الغاشي لنا سوينا كني فغامة الزرم الخلق نيث فغامة الزرم أنواع ذيون اسميس الله ورنساء شريك. لذلك ديوث الآية في سورة الأنبياء الآية 25 أشو دينا ربي سبحانه عز وجل يناد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شو المعنى يس؟ المعنى يس يكو الرسل يديش قاع ربي سبحانه قبل محمد صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه ينايسن باللي ربي وليس شريك باللي
إمذانا إلى قذ علما وذمنا سعقيدة التوحيد أولي قال خدمنا شريك ربي سبحانه عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك يتمثل الأنبياء والرسل لم يعلمن باللي ربي سبحانه يونس شريك بلغوا الرسالة ولكن يبلغنا الرسالة وفانوا قورن دكفريد وفانوا قورن ذيم قرانا ظلمنا الأنبياء والرسل عتفنت مدن خدمنا سني سنانا خدمنا سنوهورا ولكن إمي يؤمنن ربي إمي تساوي نسافري ذا ربي ثبثيثا الثبات أتصل الأنبياء والرسل ماشي اللي غادي نحكوا ولكن المثال سيدنا إبراهيم الخليل زرامك تقصيتك يخدم اسمي روح يرزاك يزرني عبدا يزراثن يرزاثن من بعد شوي ضران وساندر غورس تقصد شويه مقرث ولكن تختصر خدمنا ثيمس السغن ثيمس تم قرانت ننس العبداقي إيا رزان الآلهة النغ الجزاء ينس أثن الصرغ الرمت داخل تمس وثيمس هي ثمثن تزرم بلي الصرغاي ثيمس الصرغاي تسعى ثلاث الوظائف مهمة لا وظائف أخرى يوث الوظيفة وظيفة الإحراق الصرغاي الوظيفة السناث وظيفة الإشراق ستكد ثفث ولكن يتمثل أسمي جيران سيدنا إبراهيم دخل تمس إمن تيومن ربي ثبثيث لو كان ماشي ربي ثبثان أسنيني معليش مادام ثيوض الله فرار تمس أسينا الدغيذون أسين ظل بسمح فرات سمحتي أين خدم غلظة بالك ذي غلم أم تساغم نثني ولكن إمي تفضي ربي ورثي جارة إني يساد مثغف لا إله إلا الله يزرى بلي ربي يزمر في سلك يزرى ربي سبحانه وسيخدم المخرج اسميك شمر داخل تمس ربي سبحانه يفكا يصلى مري تمس يثبتي ربي وثاني نجاث ربي سبحانه تسنما كل آية عند ديقا ربي سبحانه يفكا يصلى مر يثمس إن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدي ربما كان قرن العلماء يكسس ربي سبحانه يثمس عنصر الإحراق يجيسد عنصر الإشراق يكسسين يتضرون خاطر تيمسنية لا الصرغن تيمسنية لا ينغن يمسيفك ربي الأمراقي يكسس ربي الأمراقي الوظيفة يجي الإحراق الصرغاين يجيس عنصر الإشراق تراجونا الميثخسي ثمس أسقرنا سيدنا إبراهيم الخليل الذي يغال ذي غيغذن الذي يغال رماد ولكن يفقد سلامات أوري يموت أوري يرغى ولا شو سيضران مدني وثاق سيطاقين سيدنا إبراهيم تصل الحكمة رنفهم الحكمة ثم زواروث أنه نطفن ذي الإيمان ربي غاثي ثبت أسيخدم الكوراج أسيخدم يفدم الفايدة في السناث أنه ربي سبحانه وثي نجي أثي السمنع أثي السلك وريد صداعالا ذي الموحل ربي سبحانه أذي يجلم من يريد ردان لذلك ثقة تقصيد سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف ذا ربي في ثبثا أمام فتن الإغراء أتصل فتن قاعد في اللاس ولكن ربي سبحانه يثبتيت في الإيمان خطر ذي المؤمن سيدنا يونس كيف يثبتيت ربي في الإيمان يفاد إيمانيس ذو عبوض الحوث والحوث ذي البحر ورثي في غير العقل ورسينا ربي مشى راه يتجرفض التجربة غمثاقي كان ثابت كان مؤمن وما دام كان مؤمن ربي سبحانه ثبته يخدم سيفادن كان يتسبح داخلو عبوض الحوث وتساقيل السبع إذا ناد سيدنا إبراهيم الخليل نهضر في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام آخرهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نعنتها النبي عليه الصلاة والسلام ميقنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
ولا ذنسى يفاغ وقورا يفاغ وقورا ولا سيثاميت على خاطر ثيكوال أما كنقرر ديال المثل ضرب الحبيب أوجع أكدا ستيثا ندور تذميض مقل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجمع د القوم إناس أسندي هضر في الإسلام أسندي هضر في عقيدة التوحيد ويسدي يفغن ضخصين يفغاس دعميس أبو لهب يفغاسد إناس تبا لك ألهذا جمعتنا الدعاء كين تباب يعني الدعاء بالخسارة والهلاك يفكيس الدعوة يخسرن إنفي صلى الله عليه وسلم يفغاثني السفغ سطلا مرتفات أثني السفغ سقفري ذي عوجن سافري ذي قعدن ولكن يفغاس دعميس أبو لهب إن يستبل لك لهذا جمعتنا وكذو قرثم قرآن ولكن مادام محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى طريق التوحيد ربي سبحانه والانسجار يطيق ربي سبحانه آثي ثبث نكون أقرأنا عشي الدونيث تزران باللي ثلوفان الدونيث كثرانت ثقيذ الموت وقيذ الهلاك ثقيذ الخسارة يولد يخدم بروجي كاش مشروع غادي يخسر ديكس يولد يخسر عدي الامتحان غادي يخسر ديكس يولد يروح هذا يسافر باش يربح هذا يغال يخسر ثلوفان الدونيث كثرانت إشبه ربي نحوج الإيمان أكثر على خاطر من سعى الإيمان أن سعوا بارشوك يجهدن أري قابلنا كل مصايب الدونيث فقلت مزوروث وثي السناث ما إلا سعى عقيدة التوحيد تقول ونغ ربا ذا ينصر بلا شك ربا غادي يفك الثبات سالا نكمل دونيث النغ بلا الفتن مالكي الفلاني سعدة صلحيث إقوارن تمديث غير يا ربي جعل ثمديثي وتمديث من الخير على خاطر الزمرات يتصبحيث لها ولكن ثمديث كتسيلين ذيريت أمشارة ثمديث ثلها العبد ما يطفذ الإيمان خاطر العبد المؤمن العبد التقي أسيجعل العاقبة يلهان دايما ثلها إن شاء الله تعالى العاقبة دايما يلهان أسيجعل ربي المتقين أسيجعل ربي المؤمنين لذلك يتمثل بدين ربي القرآن الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أزكى غدر نورك الشهادة ثم مثل المؤمن أد الشهد بشهادة الحق إما إلا يونوريس على الإيمان ذقوليس يزمر أد يشهد شهادة الزور مقل كان الإيمان مش ينفع يزمر يون أد يزنز ذي ما ينس أد يسيون أسيني أشفكر كذا وكذا الشهد شهادة الزور يزمر تشي شهد ولكن ما إلا ذي المؤمن سيني خاطي ورزنو زغارة لا خرطي وسدوني ثيش نغور زنو زغارة لا خرطي وسدوني ثيو يزرى بيذ لا خرطي يذومن أسيني ورزنو زغارة لا خرطي وذي المحال أدي الشهد شهادة الحق وقد يعاشن سيون الثورة ثقارميون بوال خاصة مغارنا قيد سم حسن الله يبارك مارت فرنسيون ذا جزائري ذي نسلم ذا وطني ذا حري أسقرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله شو المعنى يس المعنى يسود زنوزالة ثماثنيش المعنى يسطف لا إله إلا الله ما تطفض لا إله إلا الله ربي غاكي ثبت ربك يخدم يفدن أتسعود الكوراج لذلك يتمثل نحواج ربي غي ثبت والدوني الثوعر الدوني تتبدل لعمر طويل ولا ما إلى قصير ولكن الابتلاءات كثيرة لذلك ربي القرآن الكريم يدينا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مادام نحواج ربي غي يثبت ذي الدونيث نحواج ربي غي يثبت أيضا ذي الآخرة المنزلة ثمزواروث الآخرث ذا شوت ذا زكا ما لا غنجن وحدنا زران ما لا يمثيون شو القرن في عليه الصلاة والسلام أسنيني وقاذي حضرا ونكون ذي الواجب فانا غادي نشياقي أيضا أسنيني استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل المعنى يصدل مثل العفو المغفرة الميثاقين إجماثنا يموثن ظلمة ربي يسمح وظلمة ربي باشا في ثبت عند السؤال
على خاطر مرثي جن وحدس أدسن الملكان منكر ونكير أسقسم بعض الأسئلة أنوذ ربيه أنوذ دينيه أنوذ نبيه ثورة العبد ما يطف لا إله إلا الله ما يحفظ فلاس دي الدونيث أتحافظ فلاس دي الآخرس أما كنيسن القيماس دي الدونيث أتيف ذاوين يسذم قران دي الآخرس إما إلا وسيف كارا غزال لا إله إلا الله محمد رسول الله إما إلا يخدم الشريك يا ربي إلا قلع عبد قاذي زر باللي ذي الآخرس سوق زكا وقيل من زيت مزورث الآخرس أريد سفر لا إله إلا الله يدس هذا هو العدل لذلك ربي شو دينا يثبت الله الذين آمنوا المعنى يسوى وقاذ يمنا أثني ثبت إمي دينا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يروى البخاري ومسلم معنى حديث صحيح يند الإيمان 70 شعبة تجد الرواية الإمام مسلم ماذا الرواية الإمام البخاري في الناد 60 شعبة إذن الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم ذا شو دي قصد النبي عليه الصلاة والسلام إنك الإيمان يسعى نتصم الشعب ولكن الشعبة فين علاين لا إله إلا الله كلمة التوحيد زنتسي ديوسان ديال الصومي ذي القمة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني يون ما يكسا زرو سوق فريد ما يكسا صغار سوق فريد ما يكسا سنان سوق فريد هذا من الإيمان سمحتي لي مثلا أماكن في عصا وسلم يبغى ربي في تزدي يبغى ربي في ترفقع ما توالي ضيول تذكر يزرى ذوك فريد إلا قا أثن نبه إلا قصد نوري بلي يشتكي ليس من الإسلام مما الدريان نغمان رباثن في الشياقي يتربوا على هذا الخلق يتربوا على هذا السلوك أنهم وتذكرنا راه أين يصدروا من ذنب ذوك فريد وينتهي الحديث إن الحياء شعبة من الإيمان لحيا ذين يلهام المعنى يسل العبد يتستحيل أدي فرسي سوين يلهام أما ذا والزظن أما ذي المعاملة الطيبة أما ذي المعاملة مع الجيران ذي المعاملة مع الوالدين ذي المعاملة مع الشريك ذي المعاملة مع خدام هذا كله هذه من ثمرات الحياء لذلك يوم الحديث يناد الحياء خير كله الحياء ذي الخير لكن ما إلا على خطر سوين الهان إدي تسنسيس لذلك مثلا باش نختم هذا الدرس إن شاء الله تعالى بدنا ربي سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني أوجذ يمنا ربكم يثبت ذي الدنيث ولا ذي الآخرث ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وينك ني خدمنا شريك يا ربي وينك نورنو من راس ربي سيدي ربي سمياس الظالم على خاطر ولاش الظلم أمين راه نكرن الإيمان ربي ولاش الظلم من تسا ربي يوم راه غدانا من أتفضي ونغسينا 10 100 ورتسا من النار وكذاكي يسمياس ربي الظالمين ولكن يثمثا أكثر من ذلك يحكم في اللسن الجزاء العادل أنه ربي سبحانه أسنم ملاري فردان ويضل الله الظالمين المعنى يس ما يختمس المؤمنين يختمس ربي سالخاتمة يلهان ماذا ولكن يورنو من راس ربي يورنو من راس نفي أسن تختم ربي والعياذ بالله الخاتمة نديري ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء المعنى يس ولاش الاحتجاجات ولاش ورسينا ربي الظلم ضيع حاشا أحكام الله عز وجل أحكام الله عز وجل عادلة إن غد ما تجرب الباطل في الدنيا ثال سيدي ربي ولاش الباطل ما تجرب من الأذى ولاش الأذى سيدي ربي لذلك الآيتين قالوث
أما كندنا جمهور العلماء أن ذكر ربي سبحانه عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في الختام إن شاء الله أنظر في ربي عز وجل كما غادير الإيمان إن شاء الله على الإيمان وغيثبت ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودي هذا ربي وقذر دي هذا وقت اختم ربي جميعا إن شاء الله بحسن الخاتمة. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.